إذا عم بسأل قد إيه ربحت ناس تبعنا شوي وصلت ليلى، بس رجعنا لمواضيع هيك بعالم الجمال. طمنيني، ربحوا كتار؟ ربحوا يعني بتعرفي الأسئلة منو كتير عم بيكونوا صعبين، بس الواحد بيضيع بالأجوبة، عرفتي؟ بيتسرعوا شوي 100% بده يقطع الوقت بسرعة، بصير يقولوا يلا خليني نجاوب قبل. كمان يعني موضوع التاتو فكروا عم تابع التاتو؟ ايه، لأنه كل مرة كنا هون كنا عم تحكوا عن التاتو، صار كنت 3 حلقات عن التاتو. صح، وكل مرة عن جد بتقدم لنا معلومات ما كنا بنعرفها قبل. قد ايه مهم انه لما نقرر انه نعمل شيء من هالنوع، شيء هالقد بده مدة طويلة، نختار شخص عنده خبرة او متخصص بالقليل بهالمجال، لانه عم نشوف الكوارث والاخطاء. نحن ماشيين على الشوارع اذا بدك ابسط الامور. ننتقل نقول مبروك لك اللي ربحوا معك باي كويز، وننتقل كمان مره لماي سelection، وهالمره مع يمكن الفقره المفضله عندكم بماي سelection، وهي الافلام والدي في ديز. اليوم 3 افلام على الدي في دي، مزبوط، يعني ما رح نعذبهم ويتركوا في البيت. لا هول افلام قديمين قطعوا قبل، بس عن جد يعني ثلاثتهم هول رح نحكي عنهم، ثلاثتهم اخذوا سكسي كثير. اذا ما صح لهم يشوفوهم لما انعرضوا لاول مره، او اذا حابين يرجعوا يشوفوهم هلا بالشتاء دي في دي نايت وشتي وقاعده بالبيت، بلش يجي البرد، فهون منهين عليكم الاختيار مشاهدينا. 3 افلام. الاول اكيد ده فيلم نحن كثير بنفتخر فيه، لانه من انتاج لبناني 100%. وهلا لوين او where do we go now للمخرجة والممثلة نادين لبكي. كلنا حضرنا هذا الفيلم. هو من عام 2011، عدة سنوات، ولكن أصداؤه بعدها عم نسمع لغاية اليوم. إذا مش من اللبنانيين حضروا هون، إنما كمان من اللبنانيين اللي عايشين بالاغتراب، اللي يمكن عم بيشوفوا لأول مرة، وقد ايه عم بيخليهم يشعروا بالحنين إذا بدك على بلدهم. حكي عن واقع صراحة عايشينه بلبنان، وكل هالقصص اللي بتلمس واقعنا بتكون قريبة عادة منا وبتأثر فينا. ونادين هذا تاني فيلم كانت بتعمله من بعد سكر البنات، من بعد ما أخذ نجاح كثير كبير سكر البنات. وهالفيلم للأسف كان في حكي بوقتها إنه معقول يترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي، ولأسباب ما عرفنا يعني بالتفصيل شو كانت أجلوه، وكنا متأملين إنه يرجع السنة اللي بعدها، ولكن ما عندي شك إنه نادين لبكي راح ترجع تقدم لنا أعمال تستاهل إنه تترشح للأوسكار.
المدينة وهمومها والحساسيات اللي بتصير داخل المدينة. وهون عم نحكي عن الحساسيات الدينية والاختلاف بالرأي بالنسبة للدين. وهون هالمجموعة من النساء بيقرروا يبعدوا رجالهم عن هالموضوع، ولكن بأساليبهم الخاصة وبطرقهم الخاصة. وهون فيكم تتصوروا مشاهدينا الأساليب اللي اختاروها أساليب ما بتخطر على البال أبدا. خلينا نشوف مشهد من فيلم وهلأ لوين. ندعوكم إلى اجتماع تشاور بخصوص هذه الشركة والمطاعم اللي عم تعملوها. فكرة بيع صرنا سنين عايشين احنا واخواننا المسيحيين سمنوا عسل. ما تخلوا الاشياء عم تصير برا الضيعه تتحكم. صار بدنا عجيبة بهالضيعة تهدوا. بس مش هالقد زايدين كمان. أو هن المعجوقين فيهم ومضغوطين هالفحطة، أو هن كانوا جايين من بلاد المجاعة. بطلت أجري أنا بفصل 3 من عائلتهم. ناري هيدا ماي سelection لليوم، واكيد اذا بعد ما حضرتوا هلا لوين بننصحكم فيه، واذا حابين تحضروا مره جديده نحن كمان بنوافقكم الراي. في
كثير اشياء مميزه الميوزك. بهالفيلم. الموسيقى اكيد لزوجها لنادين لبكي، المؤلف الموسيقي خالد مزنار، وكمان نيل اعجاب النقاد بالنسبه للموسيقى، وكمان سكان الضيعه اللي استعنت فيهم نادين بهالفيلم هن دائما ممثلين الأول هالضيعه بالفعل كانوا ساكنين هون، وعم يطلعوا من الكاستنج السريع اذا بدكم، وحبيت انه الفيلم هالقد يكون طبيعي. اختارت اشخاص عايشين بهالضيعه اللي أدوا الادوار الصغيره، والنتيجه كانت رائعه لانه هالقد كنا مقتنعين بأدائهم، اكيد بالاضافه للنص البسيط اللي كمان فات مباشره على قلبنا. تاني موفي اكشن ثريلر وهورر امفيبيس. هذا الفيلم من اخراج ابراهيم يوزنا، بيحكي عن عالمة احياء بحرية تستأجر قارب مع الكابتن تبعه اسمه جاك ليساعدها على العثور على عينات من ما قبل التاريخ أو شكل من أشكال الحياة ببحر سومطرة. وخلال رحلتهم بيتواجهوا مع عصابة من المهربين مركزهم بنص البحر مثل بلاتفورم للصيد. تعمل سبي صغير انباع لحتى يخدم هالعصابة، بصير يترجيها للعامل لأنها تاخده معه وتاخده معهم وتخلصه، بيشفقت عليها لأنه بذكرها ببنتها الصغيرة الضايعة، وأصرت على مساعدته. ولما صار الصبي معها بلشت أحداث غريبة تصير. واحد من المهربين انقتل بظروف غامضة من مخلوق عايش بقعر البحر، وهون ببلش الهورر إذا بدك. أنا مش كتير not my kind of movie. أنا ولكن اللي بحبه هالنوع من الأفلام هذا اختيار بتصور جيد جدا. خلينا نشوف مشاهد بركي بتقتنعوا تحضروا. Limitless, deep. There's power in the sea. Ultimate power. Special effects. Say, doctor, everything good up there? If I have any chance of finding what I'm looking for, I need to be exact. To him, Shock? that is no shark attack.
in the water out here. Not that bad stuff. That thing was not from this world. Friday the 13th, man. Bad fucking luck day. If you're not careful. لك انا وياك ما ابدا يعني فيكم من وجه ارسل مشاهدينا تاخذوا فكره عن ردة فعل لهالفيلم. انا من وارسل مثل ما قلنا لكم منا من محبي، ولكن للي بيحبوا هالنوع من الافلام هيدا صائب مثل ما قالت أرسلا. هلا بس يعني give credit where credit is due. هالنوع من الافلام مكلفة جدا، البادجت بيكونوا كثير عاليين لانه بيكون في مؤثرات خاصة سبيشال افكتس مكلفة جدا. وتم التصوير لهالفيلم كمان ببلدين بهولندا واندونيسيا، واكيد تم استخدام بعض الممثلين يقنعوك اصلا لازم يكونوا السبيشال افكتس كثير ريل، والا نو واي تفوتي بجو الموفي. يعني يا ريت هيك نشوف فيلم لبناني من هالنوع. هلا كان في عدة محاولات لأفلام رعب، ولكن عم بحكي من ناحية سبيشال إفكتس، المؤثرات البصرية فمكلفة، ولكن بتستاهل إنه يكون في عندنا تجربة كمان. آخر اختيار لنا اليوم هو فاميلي موفي انيميشن، يعني رسوم متحركه بعنوان انستيجا. ماي كايند اوف موفيز. لك الافراد على كبار وصغار فيكم تروحوا كعائله سوا تحضروا الفيلم، او مش ضروري تروحوا. هلا بدي صار عندنا بالبيت. هالفيلم بينقلنا لروسيا، مشاهدينا، ونتعرف على بنت صغيره هون عايشه لوحدها، ما عندها عائله، وبتكتشف انه جدتها بعدها عايشه، وبتستعين
اثنين نصابين او مجرمين حتى يساعدوها توصل لستة، وهون بتبدا سلسله من المغامرات الطريفه. وكنت عم بقرا قال انه حبكه الفيلم مستوحاه من اساس الاسطوره اللي بتقول بانه بنات اصغر بنات من القيصر الروسي الاخير هي اناستيجيا نجحت من الاعدام يلي نفذ بعائلتها، والفيلم انه حبكه الموفي بس عن هالقصه مظبوط يعني مقتبس عن قصه حقيقيه. ايه الحبكه تبعه مقتبس عن قصه، بس هول الفيلم حلوين لانه بيسحروك بيبعدوك لعالم ثاني، ودائما هلا عاده معظم الناس اذا بيسمعوا رسوم متحركه بفكروا انه فيلم خفيف، ولكن دائما في رساله كثير مهمه لكل افراد العائله ورا هالاعمال، غير انه كمان بادجت كبيره لانه الانيميشن موفيز كمان كثير مكلفين. ومايك راين بدنا نحكي مكلفين لانه بيستعينوا باصوات كلنا بنعرفها، وهون عم نحكي كبار نجوم هوليوود مثل مايك راين، جون كيوساك، وكيلسي جرامر. حضرتيها هالفيلم؟ اول ما نزل حضرته، بس هلا برجع بحضر ما عندي مشكله. ما عندك مشكله؟ انا عامل سهره لنا لازم نحضر فيلم. هلا كنا عم نحكي انه موسم الخريف، وعاده بهالوقت تنطلق مجموعه كبيره من الافلام الجديده، لانه مثل ما قلت الطقس بارد، بس بحس ما كثير بيعملوا ريليسز لموفيز جداد. السينما ما بتكون كثير في حسب وين. بامريكا في موسم افلام للصيف، موسم افلام للشتاء، يمكن بيختاروا انواع الافلام اللي بيطلقوها بالصيف وبالشتاء بتختلف كمان. بس هي قعدت هيك الموفيز بالصيف وهيدا بحس لكن بالقليل في كهرباء كل الوقت وفي اي سي. يلا عم تحضري شيء ريسنتلي من الافلام اللي انطلقت بالاسواق؟ ايه عم جرب قد ما في انه ضلني تابع. بركي الاسبوع الجاي بنختار افلام جديده حتى ننصح المشاهدين فيها، بما انه اجى وقت هالافلام. تريلر اناستيجيا. An enchanted world. The Tsar of Imperial Russia. A sorcerer's curse. I will not rest until I see the end of the Roman line forever. A young princess who vanished without a trace. One of the greatest mysteries of all time is now the most magical motion picture event of our time. This Thanksgiving, 20th Century Fox proudly presents Anastasia.
kick in the head. I guess a curse just ain't what it used to be, huh, sir? It's the story of an orphan named Anya. You want to find your family, huh? And a dreamer named Dmitri. Do you see what I see? You think